السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة. ومعاكم احمد عبد الغني. وبصراحة مش عارف اصنف الحلقة النهاردة طبعا ايه، فسايبها جنرال، سايبها عام. النهاردة جاي اقول ان كلمة لا مش عيب نهائيا، ولا بتعيب الشخص اللي بتقاله لا، ولا بتقلل منه على الاطلاق. لما يجي مدير يقول للموظف بتاعه اللي جايبه وحط الثقة فيه، يقول له ما تعملش الحاجة الفلانية، مع ان الموظف شرح له وقال له انا لازم اعمل كذا وكذا عشان هنمنع كوارث كذا وكذا. يجي المدير عشان مش باصص للمصلحة العامة، وعشان خاطر في شياطين انس حواليه، طبعا دخله في دماغه ان هو عايز ياخد اللقطة، ان الاضواء هتتسحب منك وهتروح له، وكلام كتير جدا، ونسي ان الرزق بيد ربنا سبحانه وتعالى، هو اللي بيوزع الارزاق، ومحدش بياخد رزق حد، لان كل واحد رزقه مكتوب عند الله سبحانه وتعالى. فيبدأ المدير يتعنت مع الموظف بتاعه ويقول له لا. يجي الموظف يقول له يا فندم حضرتك لو ما عملناش كذا هيحصل كوارث وكذا وكذا. يجي برضه المدير يقول له لا، ما تعملش غير اللي انا بقول لك عليه بس. فساعتها الموظف ما عندوش حل غير حلين بس، وده اللي بيحصل على ارض الواقع. موظف هيجي يقول له امرا وطاعا يا فندم، واللي انت شايفه، وبعد ما ينفذ كلامه وما ما يعملش اللي هو كان شايفه صح، ان هو اللي كان على ارض الواقع، فيجي يحصل الكارثه، ويبدا المدير يدور على مين هيشيل الكارثه دي ومين يشيلها كلها، ويدوروا كمان ازاي يحل الكارثه، مع انه هو كان عنده الحل ان هو اصلا يمنعها، ولكن علشان اسباب نفسيه وشخصيه قال لا. موظف تاني ياخد الريسك على نفسه ويقول لا انا هعمل اللي شايفه صح وامري على الله، وفعلا ينفذ اللي هو شايفه صح ويمنع كارثه كبيره جدا. فيجي مديره طبعا بيبقى خلاص بقى، يعني هو قال له هو ما شافش ان هو منع كارثه، ولكن شايف ان هو عصى رايه بسبب اسباب نفسيه وشخصيه بعيده عن الصالح العام. فيبدا المدير في اضطهاد للموظف، ويبدا في حرب نفسيه وحرب من الضغوطات على الموظف من طرف المدير. وطبعا ناس كتير هتوالي المدير بسبب صلاحياته وبسبب سلطاته، فبيكون الخسران في القصه دي مش الموظف، لا، لان ربنا بيكرمه في حاجه احسن، ولكن الخسران هي الشركه اللي بيمثلها المدير، والمدير نفسه بيخسر كادر من كوادر كانت ممكن توصله لنجاحات كبيرة جدا لولا النفسية والشخصنة في التعامل مع الموقف اللي كان موجود. عشان نثبت الكلام دوت، في مشهد تاريخي بيجمع بين القائد موسى بن نصير والقائد طارق بن زياد مع الامير المؤمنين في الوقت دوت، ومشهد فعلا بيثبت لنا كلنا ان كلمة لا ممكن تمنع كوارث وتغير الدنيا تماما، ولكن بسبب شياطين الانس وبسبب الشخصنه والنفسيات، وان القرار او التعنت بيجي مش لوجه الصالح العام، وانما لوجه سلطان او ملك او سلطه ايا كان، وبينسوا ان اللي بيعطي السلطه وبيعطي الملك وبيعطي كل شيء وبيرزق الناس هو ربنا سبحانه وتعالى، مش الموقف اللي الشخص عايز يعمله للصالح العام. المشهد ده مش بس بيثبت ان كلمة لا مش عيب، وان احيانا كتير جدا فعلا بتبقى واجبة انها تتنفذ، وازاي بيتعامل معاها بعد ما بتنقذ حاجات كتير، بيتعامل معاها طريقة وحشة جدا، وبيخسر زي ما قلت، بيخسرش الصاحب اللي خد الريسك على نفسه وعمل الصح، ولكن اللي بيخسر هو المسؤول والشركة اللي بيمثلها. كمان في كمية رسائل غير طبيعية في المشهد دوت، حابب ان انا اذكر نفسي واذكركم بيها. فعلا يعني المشهد مفيش كلام، مش هتكلم بعديه لانه هو مفسر ومحلل نفسه بنفسه، وفعلا انا حبيت ان انا اوصل الرسالة دي ليكم، ودايما ابقى اذكر نفسي واذكركم بيها، لانها فيها فعلا كمية من الرسائل الجميلة جدا 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 اللي لازم نفتكرها باستمرار. يلا بينا نشوف المشهد التاريخي اللي بيقول لك ان لا مش عيب. يلا بينا يلا بينا. أتحدث عن تجاهلك لأمرنا يا موسى. أمرناك بالعودة فتجاهلت وأوغلت في فتوحاتك. أولم تصلك رسالتي يا مولاي حينها؟ تعصاني ثم تقول رسالة؟ كان لديه هدف نبيل يا أمير المؤمنين. أنا ما سألتك بعد.
ألست طارق بن زياد؟ إنه هو يا أمير المؤمنين، وقد سبق موسى في العصيان وفعل ما يريد قبل أن يلحق به موسى. إذن فكل في تلك الدولة يفعل ما يشاء ويهوى. أكنت تبغي ملكا يا موسى؟ ومن يبغي ثباتا للإسلام في الأرض مقدما روحه وبنيه طواعية سالكا المسالك مواجها للمهالك حبا في هذا الدين وولاء لقيادته ودار خلافته، أم مثل هذا الرجل يطمع في مال أو ملك أو خلافة؟ كأنك من جئت تحاسبني وتحاكمني يا موسى. إذا هيا أكمل. حاشا لله يا مولاي، وهل لمقاتل مثلي أن يحاكم قائده؟ وما نفع القول؟ أنا لم يشفع لي كل ما قدمته طوال سنوات عمري، فهل ستجد في كلامي ما يشفع لي أو ما يكشف عن حقيقة واقع موسى بن نصير؟ يشهد الله أن كل ذلك تردد بين جنبات قلاع وحصون امتنعت على من جاءها قبلي، وعلت بها فوق مآذن مساجدها نداءات الله أكبر، ولكن ليس عندي يا مولاي بعد ما أقول. ولكن لدي ما أقوله يا أمير المؤمنين. ماذا عندك يا فتى؟ يمكن أن تقنع بما حققناه في الأندلس، ولكن في هذه الحالة عليك أن تنتظر هلاكا مؤجلا. يبدو أن فتاك مولع بالألغاز يا موسى. عن أي هلاك تتحدث يا فتى؟ قد يستقر الأمر في بلاد الأندلس يا أمير المؤمنين زمنا، ولكن ما دمنا تركنا بلاد الفرنجة التي أردنا فتحها فسوف يتربصون بها مهما طال الزمن، وسوف ينتزعونها قطعة قطعة مثلما فتحناها قطعة قطعة. ليس شأن الجند، كل هذا يتحدث في دار الخلافة لا في رأسك أو رأسه. أكنت تنوي حقا أن تصل إلى مشارف بلاد القيصر يا موسى؟ ولم يتردد هذا الحلم في عقلك يا مولاي؟ أولم تتمنى لو أن هذا الحلم قد صار حقيقة؟ دعني أقولها لك ولتكن آخر ما أقول. لو أنني تمكنت من تحقيق حلمي لتغير وجه الأرض إلى أن تقوم الساعة، ولئن كان حلمي هو جريمتي فنعم يا سيدي، قد حلمت. احلم احلم كما تشاء يا موسى، ولكن لا تفعل إلا ما نأمر به. لقد حاولت أن تسرق انتصارات هذا الرجل لتقفز بها نحو حلمك بالملك هناك. هذا ما تراه يا أمير المؤمنين؟ مولاي يا أمير المؤمنين، رفقا بالشيخ. كيف تقاطع على هذا النحو يا فتى؟ بل وأسمح لنفسي أن أتحدث بغير حذر. صاغ هذا الدين الحنيف قلبي وعقلي، وسعيت منتميا إلى هذه الأمة لأنها أمة حق وعدل. فلماذا أواجه في دار الخلافة وجه الظلم والإجحاف؟ تجاوزت حدك. خرجنا رجالا مع موسى بن نصير رافعين راية الدعوة حقا وعدلا ومساواة بين بني البشر، وتحملنا معه ما تحملنا، وبفضل الله وإيماننا كسرنا من يفوقنا عددا وعدة وسلطانا وسطوة، فكتب لنا النصر من عند، ولم نطمع بنصر الموقوت، بل نظرنا إلى ما بعده تأمينا وتمكينا للدعوة المضيئة. وخلف ذلك كله يقف هذا الشيخ بكل ما في قلبه من إيمان وجوارح. كيف بعد هذا كله تخافون منه هذا الموقف المهين يا أمير؟ بل والله أنت الذي يجلب عليه الوبال الآن أكثر مما جلب على نفسه. وما أساء بنو أمية لمن أحسن إليهم أبدا. أحسنتم،
أحسنا وأسأتم إلينا وما أسأنا. ولتعلم يا أمير المؤمنين أننا ما قهرنا في الأرض من وممالك بقوة جيوشنا أو بكثرة عددنا وعدتنا، لا، وإنما بفسادهم، بفساد تلك الأمم، بغياب الحق والعدل وتفشي الظلم فيما بينهم. أقولها وأنا الشيخ الهرم نصيحة لهذه الأمة، وقد قام المجد فيها على دعائم الإسلام الرفيعة، فإن انهارت الأمة وتمزق منها جسد أضعنا العمر كله في جمعه وائتلافه. لولا ما قدمت لبني أمية في سالف أيامك لكان عقابنا لا رحمة فيه. فلينزع عنك مالك ولتفتدي نفسك بمال كاف يا ابن نصير، ثم لا مكان لك بعدها بيننا. مولاي يا أمير المؤمنين، كفاك رجاجا يا ابن زياد، واحفظ لنفسك مكانة لدينا ومكانا تتبوأ فيه فيما نكلفك به. عفوا مولاي الخليفة. أمير المؤمنين، ما عدت أجد مكانة ولا مكانا هاهنا، وليسمح لي مولاي الخليفة بأن أعود إلى مسقط رأس حيث ولدت، عند شاطئ بحر لا يضيق بي ولا أضيق به. وسلاما سلاما على دولة الإسلام.